بيبدأ المسلسل مع بنت اسمها سون اللي بتكون شغالة مدرسة بدوام جزئي في مدرسة سول سانج الثانوية، وبتبقى واقفة ثواني كده، لا بتبقى واقفة ايه قبل ما نكمل لازم تعمل اشتراك وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وتشارك معانا باللايك والكومنت كمان في قناتنا قناة ملخصات سمر وعبد قادر. بتبقى واقفة مستنية نتيجة الامتحان اللي امتحنته علشان تبقى مدرسة بدوام كامل في المدرسة، لكنها بتلاقي نفسها فشلت وبتبقى زعلانة جدا إنها ما قدرتش تحقق حلمها. وعلى الناحية التانية بيبقى فيه مراسم جواز، وفي وسط ما العريس والعروسة واقفين علشان يتمموا المراسم دي بيدخل شاب اسمه بوكسو ياخد العروسة وبيهرب من المكان. وبنكتشف انه شغال في شركة طلبات، بمعنى ان لو حد محتاج يعمل مهمة معينة ومش قادر يعملها بنفسه بيطلب منه هو واصحابه ايون وجي ينفذوها له بمقابل مادي. يعني مثلا لو شاب عنده موعد مش عايز يروحه بيبعت بوكسو مكانه، او لو بنت عايزة تخلص من زن مامتها تقدم لها بوكسو على انه حاببها وهيتجوزوا، وهكذا وهكذا. وفي وسط ما بوكسو وفريقه راجعين من مهمتهم الأخيرة بيشوفوا طلاب من مدرسة سول سانج ماشيين، وبيفضل بوكسو باصص عليهم وهو زعلان وهو بيفكر وبيفتكر نفسه أيام ما كان في ثانوي. وبنرجع بالزمن لسنة 2009 لما كان بوكسو لسه طالب مدرسة سول سانج، وكان معروف عنه انه طالب مشاغب بيعمل دايما مشاكل في المدرسة وبيتعاقب من المدرس بارك علشان نتأخر في حضور المدرسة كالعادة. والمدرسة سون كانت زميلته في الفصل وبيبقى معروف عنها انها طالبة متفوقة جدا في دراستها ودايما بتطلع من الأوائل، وكل الفصل معجب بيها إلا بوكسو لأنه حاسس إنها مملة ومش بتعمل حاجة غير إنها بتذاكر بتذاكر علشان تجيب درجات عالية وخلاص بلا قرف. ولسوء الحظ بيلاقي نفسه معاها في فريق واحد لأنه هو الوحيد اللي درجاته عالية نسبيا عن بقية الطلاب اللي موجودين في الفصل، وبيبقى مطلوب منهم يتعاونوا علشان ينجحوا في الاختبارات اللي بيعدوا بيها. بس بوكسو مش مهتم للدراسة ومش بيحب يذاكر، وده اللي بيصعب الموضوع على سون. وبتفضل كل شوية تطلب منه يتكلموا عن اللي هيعملوه علشان هي مش عايزة تنقص درجات يا ابني، ولما بتلاقيه مش مهتم لكلامها بتطلب منه يجي وراها، وبمجرد ما بيطلعوا للسطح بتشده وبتحاصره علشان ما يهربش منها، وبتهدده انه لو خلاها تنقص درجات بسبب اهماله هتضربه قدام الفصل كله، وبتديله كتاب يحل فيه المسائل كلها وبيجي تاني يوم. وبيحس بوكسو بإحساس جديد عليه كده وبيرجع البيت علشان يحل الأسئلة اللي هي طلبتها منه، وبتفضل عيلته كلها مستغربة إنه بيذاكر وبيكونوا فاكرينه تعبان ولا سخن ولا إيه يا ابني. وفي يوم بتبقى سون قاعدة بتشرب عصير الفراولة المفضل عندها وبتشوف تلميذ في مدرستها واقف بين مجموعة متنمرين عمالين يضربوه، وبتبقى متضايقة جدا ومش عارفة تعمل إيه علشان تنقذه، وبتلاقي بوكسو اتدخل وضرب كل المتنمرين دول علشان ينقذ الطالب، وبتبدأ هي كمان تعجب بيه لأنه بالرغم من إنه غبي دراسيا إلا إنه حلو وطيب وبيساعد الناس نفسيا. وبسبب خناقة مع المتنمرين بتتأذي رجله وبيبقى مش عارف يدوس عليها كويس، وعلى حظه بيكون عندهم في اليوم ده مسابقة جري واللي هيبقى في المركز الأول درجاته هتزيد، بس هو مش بيعرف يجري مع سون وبيقعوا هما الاتنين على الأرض، فبتقوم سون تشيله وسط كل اللي موجودين وبتجري بيه لحد لما بتوصل لخط النهاية علشان ما تتخلاش عن إنها تبقى صاحبة المركز الأول. برافو عليك يا سون والله. وبيبقى بوكسو مصدوم من اللي هي عملته، مش مصدق انها شالته وجريت بيه، وبيبدأ يقع في حبها برغم اسلوبها الغريب، وبيقرر يروح يعترف لها انه معجب بيها وبيطلب منها توافق ترتبط بيه. فبتقول له سون انها هتوافق على طلبه في حاله انه يرجع يذاكر وينجح في الامتحانات اللي المدرسه بتعملها لانها مستحيل ترتبط بشاب فاشل. وفعلا بيبدا بوكسو يذاكر ويركز على دراسته علشان يجيب درجات عاليه ويخليها تبقى فخوره بيه. وبيجي موعد الامتحانات وبيقدر بوكسو لأول مرة إنه يحل الامتحان وهو عارف إجابة الأسئلة، وبعد ما بيخلص بيطلع يشوف سون فوق السطح وبيلاقيها نايمة، فبيقف يغطي وشها من الشمس وبيفضل باصص عليها بحب كده لحد لما بتصحى، وبيبان إن هي كمان بدأت تقع في حبه وبيتقربوا من بعض جدا في الوقت ده، وبيخليها بوكسو تجرب الحاجات اللي كانت مش عارفة تجربها بسبب تركيزها على المذاكرة بس. وفي آخر اليوم بيديلها ورقة الامتحان بتاعته بتلاقيه لأول مرة معدي ال50 درجة، وبتبقى مبسوطة جدا إنها قدرت تخليه يتحسن في الدراسة شوية. فبيسألها بوكسو عن حلمها بعد ما بتخلص مدرسة. الغريب بقى إنها على الرغم من شطارتها ودرجتها العالية إن ما عندهاش حلم عايزة تحققه يعني، فبيختار لها هو حلمها وبيقول لها إنها هتبقى مدرسة شاطرة جدا وكل الطلاب هيحبوها. لما بتسأله عن حلمه بيقول لها إن حلمه إنه يكون حبيبها.
نرجع للحاضر وبنشوف سون نايمة في مكتبها وبتصحى فجأة على صوت طالب من طلاب فصل متفوقين اسمه يونج مين، وبنعرف إنها حاليا مستشارة نفسية للطلاب. وبيفضل يونج مين يشتكي لها إنه مش قادر يجيب درجات عالية زي بقية التلاميذ اللي في فصله، وإنه مش عارف يعمل إيه، بس سون بتبقى سرحانة في مشاكلها ومش بتقدر ترد عليه وبتخليه يخرج من مكتبها وهو زعلان. وبتبقى سون خايفة تطرد من المدرسة بعد ما عقدها يخلص، وبتلاقي المدرس تيانج من قسم الإدارة بيعرض عليها إنها تبقى مدرسة بدوام كامل مقابل 50,000. وبتكون رافضة في الأول إنها تقدم رشوة علشان تاخد المنصب، لكنها بترجع تفكر تاني وبتسحب من حساب جدتها كل الفلوس اللي معاها علشان تديها له. ولما بتروح تاني يوم المدرسة بتتصدم إنه اتطرد، وبتفهم إنه نصب عليها ومش بتكون عارفة تعمل إيه لو اتكشفت. في الوقت ده بيبقى يونج عايز يتكلم معاها عن اللي بيمر بيه، لكنها مش بتبقى مركزة وسرحانة، وبيفضل يعاني بسبب نظام المدرسة التنافسي. فبيقرر ينشر بوست يتكلم فيه عن المدرسة وقد ايه اسلوبها قاسي وصعب على معظم الطلاب، وانهم مجبورين يذاكروا طول الوقت ويبقوا اذكياء جدا علشان يتنقلوا لمستويات احسن، لان حتى اكل كل مستوى مختلف عن المستوى الاعلى منه، وبعد كده بيختفي تماما وبيفضل يدوروا عليه في كل مكان، لكن مش بيبقى ليه اي اثر حتى في بيته. وبتبقى سون حاسه بالذنب لانه حاول يتكلم معاها اكتر من مره وهي ما قدرتش تفهمه او تهون عليه. وبتلاقيه باعت لها رساله انه قرر ينهي حياته. يا نهار اسود! فبتطلب منه يبعت لها المكان اللي هو واقف فيه علشان تيجي تنهي حياتها هي كمان معاه. في الوقت ده بيبقى بوك واقف على الناحيه التانيه بيبلغ بنت برساله حبيبها وبانه عايز ينفصل عنها، وبتبقى البنت واقفه مصدومه ان حبيبها ما قدرتش يجي يقول لها هو الكلمتين دول. نرجع سون اللي بتقف تتكلم مع يونج مين عن قد ايه هو خد القرار الصح وان ده انسب حل لمشاكلهم دلوقتي، وبتقرر تطلع هي الاول تنط. فبيرجع يونج في كلامه وبيمسك فيها علشان ما تقعش، وبيرن موبايلها وبيكون على وشك الوقوع، فبتحاول سون تلحقه فبتقع من على السور، وبيحاول يونج يرفعها لكنها بتبقى تقيلة عليه وبيقعوا هما الاتنين في المية. فبيروح بوكسو بسرعة ينقذهم وهو مش عارف هما مين اصلا. ولما بيطلع من المية وبيحاول يفوقها بيتصدم لما بيلاقيها سون، وبيبقى مش مصدق ان بعد السنين دي كلها رجعوا تقابلوا تاني في الوقت ده. وبيروح معاها للمستشفى علشان يطمن انها كويسة، وبيبقى عايز يفهم هي ليه حاولت تنهي حياتها مع الطالب بدل ما تروح تنقذه. وبيستناها تفوق كده، وقبل ما يمشي بيسمعها وهي بتتكلم مع نفسها، وبيعرف ان في مدرس اسمه تيانج نصب عليها علشان كده حاولت تنهي حياتها، وبيسمعها وهي بتبعت له رسائل كلها تهديد ووعيد. فبيطمن انها بقت كويسة وبيمشي. ولما بتخرج سون هي كمان ترجع لأوضتها بتبص على الأخبار وبتعرف إن بوكسو هو اللي أنقذها من الموت، وبتبقى مش مصدقة إن إحساسها كان صح وإن هو فعلا اللي شافته وهي بتغرق تحت المية. وبيتنشر خبر محاولة إنهاء يونج لحياته بشكل كبير جدا، وبتبقى المدرسة في حالة فوضى بسبب خوف أولياء الأمور على أطفالهم. طبعا عندهم حق. فبتقرر الرئيسة التنفيذية لو إنها تستغل إنقاذ بوكسو للطالب وترجعه يدرس تاني في مدرستها. وبنكتشف إن بوكسو اتطرد من المدرسة من 9 سنين فاتوا لسبب غريب جدا ليه علاقة بسيهو ابنها اللي كان معاه في نفس المدرسة، احنا لسه مش عارفينه لحد دلوقتي. وبنشوف بوكسو وهو بيحتفل مع عيلته بعد ما اتكرم من الدولة على شجاعته لإنقاذ المواطنين اللي بيغرقوا. وبيلاقي المدرس بارك جاي علشان يبارك له، وبيخرج علشان يتكلم معاه شوية. فبيسأله بارك لو كان اتكلم مع سون بعد ما انقذها، فبيقول له بوكسو انه ما اتكلمش معاها ولا حاجة، وبيقول له ان الوقت عدى خلاص وان اي حاجة دلوقتي مش هيكون ليها فايدة. فبيقول للمدرس بارك انه طول ما هو بيتعايش مع جروحه بدل ما يحاول يعالجها عمرها ما هتختفي. فبيرجع بوكسو للبيت وهو بيفتكر ذكرياته القديمة مع سون وقد ايه كانوا بيحبوا بعض وكانوا مبسوطين وهم سوا، وازاي كان دايما باصص عليها بحب وهي بتعمل اي حاجة وفخور بأي انجاز تحققه حتى لو كان بسيط. نرجع لسون اللي بتروح تدور على تيانج علشان تجيبه وتاخد منه فلوسها اللي سرقها الحرامي ده. ولما بتروح له البيت بتلاقيه سايب بنته الصغيره لوحدها علشان تصعب على الناس اللي بينصب عليهم ويخليهم يمشوا من غير ما يكسروا عليها البيت. في الوقت ده بيبقى بوكسو هو كمان بيحاول يعرف معلومات عنه علشان يجيبه، وبيلاقي المدرس بارك جاي يتكلم معاه تاني، بس المره دي علشان يخليه يفكر يرجع للمدرسه تاني ويكمل علشان يتخرج. وبتبقى مامة بوكسو جايه تطمن عليه هو واصحابه، ولما بتسمع كلام بارك بتدخل تتخانق معاه وبتطرده من المكان لانها مش بتكون مستعده تخلي ابنها يعاني تاني. وبيوصل رفض بوكسو للو اللي بتحاول تلاقي طريقه تنهي بيها اللي بيحصل في المدرسه قبل ما الموضوع يكبر اكتر من كده. فبيطمنها ابنها سيهو اللي هيتولى منصب رئيس مجلس الاداره الفتره اللي جايه ان هو اللي هيروح يتكلم مع بوكسو ويقنعه يوافق بنفسه. وبيطلب من مطعم مامته اكل علشان بوكسو يجي يجيبه، لانه لو كان طلب منه يجي ما كانش
كانش هيوافق. ولما بوكسو بيوصل وبيشوف سي هو بيبقى مصدوم ومش مصدق انه رجع تاني للبلد بعد كل الفترة دي، وبيبان انه بيكرهه جدا. فبيقوم سي هو بيقول له انه هيقدم طلب للشركة اللي شغال فيها علشان يرجع للمدرسة تاني لو ما وافقش يرجع بمزاجه. فبيخرج بوكسو من عنده وهو متعصب جدا وبيحاول يتحكم في اعصابه. بيكلمه ايون صاحبه علشان يقول له على مكان تيانج، فبيروح يطارده وبيفضل يجري وراه لحد لما بيقف تيانج على سور عالي وبيهدده انه هينهي حياته لو قرب اكتر. وبيفضل بوكسو باصص عليه وهو بيفتكر سيهو وهو بيحاول ينهي حياته في المدرسة. وبنعرف ان سبب طرد بوكسو من 9 سنين هو انهم اتهموه بمحاولة انهاء حياة سيهو، اللي بعد ما فاق من الحادثة اتهموه ان هو اللي زقه من فوق السور مع انه كان بيحاول ينقذه اصلا. وفي اليوم ده كانت سون طالعة على السطح تذاكر زي عادتها، وسمعت سيهو بيطلب من بوكسو ينقذه. لما بتدخل بتلاقي سيهو بيقع وبوكسو واقف مصدوم، فبتفتكر ان هو اللي وقعه وقررت تعترف عليه من غير ما تفكر تسمع منه وتفهم اللي حصل. وبالرغم من اللي سون عملته لانه بيحاول يساعدها وبيخلي تيانج يروح لها بنفسه لحد باب البيت يعتذر لها وبيقول لها انه صرف الفلوس، بس بيوعدها انه هيرجعهم في اقرب وقت. فبتفهم سون انه ما جاش لوحده وبتمشي وراه، فبتشوفه واقف مع بوكسو وقبل ما يمشي بتوقفه وبتتخانق معاه علشان بيتدخل في حياتها. فبيقرر بوكسو يرجع للمدرسة ويكمل دراسته لسبع من 9 سنين. وبمجرد ما بيوصل بوكسو للمدرسة بيقرر سي هو يعمل مستوى جديد للطلاب يحط فيه كل التلاميذ المشاغبين واللي درجاتها قليلة، وبيسميهم فصل الزهور البريئة. وبيعمل لقاء صحفي مع المراسلين علشان رجوع بوكسو للمدرسة ينتشر ويشغل الناس عن آخر الأحداث اللي حصلت في المدرسة دي. وبيعين سون مدرسة بدوام كامل، وعلى حظها بتبقى أول مهمة ليها هي إنها مدرسة تكون مدرسة فصل الزهور البرية، واللي هيكون بوكسو واحد من الطلاب اللي موجودين فيه. ولما بتروح لمكتبها بتلاقي بوكسو قاعد مستنيها وبيسألها لو كانت محبوبة من التلاميذ بتوعها ولا لأ. فبتسأله هو جاي مكتبها ليه، فبيقوم وهو متعصب وبيسألها هي ليه عملت معاه كده زمان، وليه ما قدرش تثق فيه لما قالها انه بريء ولا حتى حاولت تسمعه. فبتقول لسون انها عانت اكتر ما هو عانى وبتطلب منه يخرج من مكتبها. وبعد ما بتهدى بتاخده توديه للفصل بتاعه. في الوقت ده بيبقى سيهو معدي بالصدفة، ولما بيشوفه بيفتكر أول يوم ليه في المدرسة وإزاي بوكسو كان لطيف معاه وبيحاول يتقرب منه ويخليه صاحبه. وفي يوم وهما ماشيين بيشوف سيهو سون لأول مرة، فبيروح بوكسو يتكلم معاه عنها وبيعرفه إنها حبيبته وزوجته المستقبلية، وبيبان على سيهو إنه معجب بيها يعني من أول مرة شافها، وإنه بيتمنى لو كانت بتحبه هو بدل صاحبه. نرجع لبوكسو اللي بيحاول يتعود إنه رجع للمدرسة تاني. وفي الأول كده بيلاقي هان ابن أخته اللي مفهمهم في البيت إنه على أعلى مستوى في المدرسة معاه في نفس الفصل، وإن في مجموعة شباب بيعاملوه على إنه خادم ليهم. فبيقوم ياخده من الفصل وبيخرجوا علشان يفهم منه اللي بيحصل، وبيعرف انه كان بيكذب عليهم طول الوقت اللي فات ده، وانه مستواه ضعيف جدا في الدراسة وزمايله بيتنمروا عليه. فبيحاول يتمالك نفسه علشان ما يطردش من اول يوم ليه في المدرسة، وبيروح هو ينفذ لزمايل هان طلباتهم علشان يبعدوا عن ابن اخته. وفي اخر اليوم بيروح مع المدرس بارك علشان يحتفل برجوعه للمدرسة، وبيبان انه بيحبه جدا وحاسس بالذنب لانه ما قدرش يحميه او يساعده زمان. وبينضم لهم ايون وجي، وفي وسط كلامهم بيسالوا ايون عن طريقه انتقامه من سون وسي هو. فبيقول له بوكسو انه هيسال سون الاول هي ليه عملت كده، وبيبان انه لسه عنده مشاعر ناحيتها. وتاني يوم بيقف يتكلم معاها بعد الحصه، فبتساله هو ليه رجع للمدرسه، وبيكون عايز يسالها هي ليه عملت كده زمان وليه تتعامل معاه كده، بس هي مش بتديله الفرصه وبتقول له ان مفيش حاجه يتكلموا فيها دلوقتي، وان هو طالب هي المدرسه بتاعته مش اكتر. فبيطلع للسطح وهو بيفتكر يوم الحادثه اللي كان السبب في تدمير حياته، وأول لما بيدخل بيلاقي سيهو واقف على السور كأنه مستنيه. وبتستغرب سون جدا من وجوده، فبيقول لهم بوكسو انه عدى وقت طويل جدا على وجودهم هما الثلاثه في المكان ده، فبتتهم سون ان هو اللي دمر كل حاجه باللي عمله. وبيتعصب جدا من كلامها، بيبص لسيهو وبيساله هو ليه دمر حياته مع انه كان بيحاول ينقذه يعني. وبتبقى سون مش فاهمه قصده، فبيوجهه لها الكلام وبيسالها هي ليه ما سالتوش عن اللي حصل، وبيسالها لو كانت مشاعره ليها مش كفايه انها تصدقه. وبتفضل سون بصله وهي بتفتكر لما كان بيوصلها البيت في مره وكانت مفهماه انها غنيه، بس هو بيبقى عارف الحقيقه وبيجبرها توصله لبيتها الحقيقي علشان ما تكونش مخبيه عنه حاجه، وبيقول لها انه مهما حصل هتفضل حبيبته. وتاني يوم بتلاقيه ملون لها بوابه البيت علشان تبقى مبسوطه كل لما تشوفها وتفتكره. وبتبقى عايزه تشكره على اللي عمله ده وتعترف له بحبها، لكنها قبل ما تدخل الفصل بيخرج لها سيهو وبيطلب منها ما تدخلش الفصل تاني، لانه سمع من طلاب ان بوكسو قال لهم انها من عيله فقيره. ولما بتحاول تثق في بوكسو وتكذب اللي بيقوله بيثبت لها كلامه بالبوابه اللي بوكسو لونها.
فبترجع سون للواقع وبتقول له إنها ما بقتش بتثق في أي حد بسبب اللي عمله معاها، وبيبقى بوكسو مش عارف هو عمل إيه، وبيوعدهم إن هما الاتنين هيندموا برجوعه للمدرسة، وبيبدأ يدور على أي دليل ينتقم بيه من سيهو ويكشف حقيقته. فبيروح يبص في مكتبه لكنه مش بيلاقي حاجة، وبيخرج علشان يرجع للفصل بتاعه، فبيشوف مكتب الإدارة وبيفتكر كلام تيانج عن إن مش هو اللي بياخد الفلوس وإنها سلسلة من الأشخاص شغالين لصالح المدرسة. فبيدخل يدور في المكتب بتاعه. في الوقت ده بتبقى سون هي كمان رايحة تدور في مكتب تيانج على فلوسها، فبيستخبى بوكسو علشان ما تشوفوش، وبتلاقي هي كمان مدرسين جايين المكتب، فبيشدها بوكسو بسرعة وبيخليها تستخبى معاه علشان ما يتكشفوش. من الوقت ده يا سيدي بيكون طالب يونج ماشي في المدرسة وبيلاقي زميله تشانج الأول على الفصل رايح هو وأصحابه يتريقوا عليه كالعادة لأنه مستواه الدراسي أقل منهم زي الزفت، وبيبان إن دي مش أول مرة يضايقه. فبيتعصب يونج جدا وبيتخانق معاه، فبيروح بوكسو يوقفهم، وبيجي مدرس فصلهم يفصل بينهم ومش بيعاقب تشانج علشان يتنمر عليه. فبيحس يونج إن مفيش حد مهتم ليه، وبيدخل يحبس نفسه في الفصل الإزاز اللي المدرسة عاملاه علشان الطلاب المتفوقين يذاكروا فيه. وبتتجمع كل المدرسة عنده بيحاولوا يخرجوه، بس يونج بيرفض يفتح، والله ما انا فاتح. فبيروح بوكسو يكسر الباب عليه عشان يحسسه انه مش متجاهل مشاعره، وبيفضل يونج باصص له بحب كده وهو مبسوط ان اخيرا في حد حاسس بمعاناته. وبسبب اللي بوكسو عمله بيتعرض لمجلس تقديمه، وبيبقى سيهو ومامته لو عايزين يطردوه من المدرسة لانهم خلاص قدروا يهدوا الصحافة عليهم شوية، وشايفين ان وجودهم هيسبب لهم المشاكل مش اكتر. وفعلا بيعملوا مجلس تأديبي وبيبقوا عايزين يطردوه من المدرسة، بس سون بتتحمل مسؤوليته وبتقول لهم انه لو عمل اي حاجة تانية هي هتقدم استقالتها وهتمشي معاه. وبيبقى بوكسو مش مصدق انها خاطرت بالوظيفه اللي فضلت وقت طويل تحلم بيها علشانه، فبتقوله انها بدات تندم فعلا على اللي عملته، وبتطلب منه ياخد باله بعد كده لان مصيرهم دلوقتي بقى مشترك، واي حاجه غلط ممكن يعملها هتاثر عليهم هما الاتنين. فبيرجع بوكسو للبيت وبيبقى محتار ليه سون خاطرت بشغلها علشانه، وبتشجع انه يسالها عن سبب اللي عملته زمان علشان ينهي سوء التفاهم اللي بينهم. في الوقت ده بيبقى سيهو راجع للبيت وبيروح يسلم على مامته، اللي اول لما بتشوفه بتساله هو ليه ما طردش بوكسو زي ما كانوا متفقين. وقبل ما يبرر لها اللي حصل بتقول له انها كانت عارفه انه مش قد المسؤوليه، وانها ما كانتش متوقعه منه اكتر من كده اصلا. فبيفتكر سيهو ذكرياته القديمه معاها، وبيعرف انها ام قاسيه جدا عليه وعمرها ما حسسته بالامان والدفى. فبيدخل اوضته وبيفضل يفتكر ذكرياته مع بوكيو، وبيبان ان بوكسو كان طيب معاه جدا وكان دايما بيحاول يهون عليه ويخفف عنه، لدرجه انه في يوم خده معاه هو وسون علشان ياكلوا في مطعم مامته. وبتحس مامة بوكسو بالراحة وهي شايفة ابنها مع صحابه، ولما بتلاقي سيهو أول مرة يجرب الأكل بتاعها بتقلب له الطبق بتاعه، وبتفضل هي وبوكسو بنتها نا يهزروا سوا. ولما بيخرج سيهو وسون علشان يمشوا بيقول لها إن بوكسو محظوظ بعيلته جدا، وبيبان إن سبب كرهه سيهو لبوكسو إنه ما عندوش عيلة سعيدة وأم حنينة عليه زيه. بنرجع لبوكسو اللي بيبقى مضطر يقضي فترة عقاب في المدرسة بسبب اللي عمله، وبيحس يونج بالذنب لأنه هو السبب في عقابه. بيقرر ينقل من المستوى بتاعه وبيروح لمستوى الظهور البرية مع إنه أقل من مستواه بكتير، إلا إنه لقى فيه الحب والصداقة. وبتلاحظ سون إن في طالب اسمه سونج وو غايب، وبتبقى مستغربة جدا لأن عمره ما عملها قبل كده، وبيبان عليها تعب وهي بتديلهم الحصة. فبيروح بوكسو يمثل على الدكتورة الحالات اللي عندها عليه علشان تديله الدواء، ولما بيروح علشان يديهولها بيلاقي سي هو واقف معاها وبيديلها هو الدواء، وبيستغرب جدا من اهتمامه بيها. وفي اليوم اللي بعده بيبقى بيدور في مكتب سيهو كالعادة علشان يلاقي دليل ينتقم منه بيه، وبيشوف صورة هو راسمها لسون، فبيتأكد من شكوكه وبيفهم فعلا ان سيهو معجب بسون. في الوقت ده بتحاول سون تتواصل مع وو ومش بتبقى عارفة توصل له، بتكون قلقانة جدا عليه ومش عارفة تعمل ايه. فبتقعد تتكلم مع صحابه وبتعرف منهم انه مش بينزل لانه كان شغال في حانة علشان يقدر يصرف على نفسه. فبتقرر تروح له الحانة علشان تتكلم معاه، ولما بتوصل للمكان بتلاقي بوكسو هو كمان رايح يدور عليه، وبيقول لها انه شافه قبل كده بيعمل شغل في المكان. ولما بيدخلوا يدوروا عليه بيلاقوه بيتخانق مع صاحب الحانة لانه عايز ينصب عليه وبيديله فلوسه ناقصة بحجة انه لسه طالب، وكذب عليه وبيهدده انه هيبلغ عنه لو ممشيش. فبتروح يون تتخانق معاه وتدافع عنه وتطلب من صاحب الحانة يدفع له فلوسه. ولما بيحاول صاحب الحانة يضربها علشان بتتدخل في اللي ملهاش فيه بيمنعه بوكسو وبيحميها منه، وبيقدروا يجبروه يدفع له فلوسه كلها غصب عنه. وبيخرجوا كلهم علشان يرجعوا للبيت، وبيبقى وو ممتن جدا لبوكسو لانه ساعده. وفي اليوم اللي بعده بيروح بوكسو
ينظف ملعب المبارزة وبيلاقي سيهو بيتدرب فيه، فبيقف يتكلم معاه وبيسأله لو كان معجب بسون، فبيقول له سيهو إنه فعلا معجب بيها وبيطلب منه يواجهه وبيوعده إنه مش هيقول لحد يعاقبه، فبيوافق بوكسو وبيفضلوا هما الاتنين يضربوا بعض بالعصيان لحد لما بوكسو بيكسب. وبتدخل سوز في الوقت ده وبيتخانق معاه علشان هو كده هيعمل لهم مشاكل، فبيتعصب عليها وبيسألها هي ليه مش عايزة تعرف اللي حصل وليه ما عندهاش فضول تسمع القصة منه هو كمان. فبتقول له سون إنها سمعت وشافت كل حاجة وإن ما عندهاش أي أسئلة محتاجة منه يرد عليها، وقبل ما بوك سو يكمل كلامه معاها بيروح سي هو يمسك إيدها وبيخرجوا هما الاتنين من المكان. وبيفضل بوك سو بيفتكر اليوم اللي اتخانق فيه مع البنات اللي اتكلموا مع سون بطريقة قاسية لما عرفوا إنها مش غنية، وبيبقى مستغرب هما إزاي عرفوا. فبتقول له واحدة منهم إن سي هو اللي قال لهم، وبيبان إن ده كله كان سبب الخناقة بين سي هو وبوك سو على السطح وكانت سبب الحادثة. فبيقوم بوكسو بيرجع للفصل علشان يروح يجيب الطلبات لوو هو واصحابه علشان ما يضايقوش ابن اخته، بس وو بيقوم يجيب لنفسه هو الاكل علشان ما يتعبوش، وبيبان ان هو كمان بدأ يحبه لانه لقى فيه الصاحب الوفي اللي بيساعده من غير اي مقابل. وبتبقى سون قاعده بتخلص شغل وراه وبتلاقي تيانج بعت لها رساله بيقول لها انه هيرجع لها فلوسها وبيبعت لها العنوان اللي هتلاقي فيه الفلوس. وبنكتشف ان سيهو اللي طلب منه يرجعهم ودفع لها المبلغ من معاه. بنرجع لسون اللي بتقرر تعمل مقابلة شخصية مع كل طالب من طلاب فصل الزهور البرية علشان تعرف ايه حلمهم وتحاول تساعدهم علشان مستواهم يتحسن. وبتفضل تقابل واحد واحد فيهم لحد لما بيجي آخر وأصعب واحد، فبالنسبة لها طبعا هو بوكسو اللي لما بتسأله عن حلمه بيقولها إن عدى وقت طويل جدا علشان يفتكروا لأن كل حاجة اتدمرت بسببها. وبعدها بيغيب من المدرسة وبيبقى مقرر إنه يسيبها ويرجع يكمل حياته زي ما كان، لأنه اتأكد إنه مش هيقدر ينتقم من سون لأنه كل فترة بيقع في حبها أكتر. وبتبقى سون متضايقة جدا منه لأنه مش بيرد عليها ومتجاهل اتصالها، فبتروح تقعد في المحل اللي متعودة تقعد فيه دايما، وبتلاقي سي هو رايح يقعد معاها وبيعزمها على الغدا. وهما بياكلوا بيعترف لها إنه معجب بيها وبيطلب منها توافق تخرج معاه 3 مرات، ولو حست إنها مش معجبة بيه هيرجعوا أصدقاء عادي وعلاقتهم في الشغل مش هتتأثر، فبتوافق تديله فرصة. وتاني يوم لما بتروح المدرسة وبتلاقي بوكسو لسه ما جاش المدرسة بتتضايق جدا وبتبقى مش عارفة تعمل ايه، فبيروح المدرس بارك ينصحها تتكلم معاه لانه اكيد مستني يسمع منها، وبيطلب منها ما تترددش وتعمل كده بسرعة. وبالليل بتبقى مع سيهو في موعد زي ما طلب منها، لكنها بتبقى متشتتة وبتفكر في بوكسو طول الوقت وفي كلامه ليها، فبتقوم تعتذر من سيهو وبتجري بسرعة لحد لما بتوصل لمطعم مامة بوكسو، وقبل لما بتدخل بتدور عليه بتلاقيه جاي من وراها. فبيروحوا يقعدوا في مكان هادي علشان يتكلموا، وبتسأله سون لو كان هو اللي قال لطلاب فصلهم إنها من عيلة فقيرة، وبتصدم بوكسو من سؤالها وبيقولها إنه ما قالش كده، فبتسأله لو كان هو اللي زق سيهو من على السور، وبتبقى إجابته بلأ برضه. فبتقرر تصدقه المرة دي وبتحكي له المعاناة اللي هي عانتها بعد اليوم ده، وازاي كان الطلاب بيروحوا يعطفوا عليها وبيدوا لها أسايم شراء علشان تجيب بيها أكل لنفسها، وكانوا بيعاملوها على إنها مسكينة ومحتاجة للعطف. وبتقوم تعتذر منه بسبب سوء التفاهم اللي حصل واللي كان السبب في تدمير حياته، والغريب إن بوكسو بيسامحها بكل سهولة علشان بيحبها وبيبقى مبسوط إنهم أخيرا هيرجعوا صحاب زي الأول وبيقرروا يبدأوا من جديد. وبيصحى تاني يوم وهو مبسوط وبيفضل طول اليوم مبتسم وبيفكر فيها، وبيرجع تاني للمدرسة وبيبقى الفصل كله فرحان إن عجوز الفصل رجع، وبيفضل طول اليوم بيراقب سون من بعيد وبيمشي وراها وهي رايحة لأي مكان كأنه بيطاردها. وبيروح يديلها عصير الفراولة اللي كانت بتحبه وهم صغيرين، ومش بتبقى مصدقة إنه لسه فاكر، فبيقول لها إنه أكيد فاكر لأنهم كانوا صحاب مقربين جدا، وبيوعدها إنه هيجيب لها العصير ده كل يوم. فبتقوم سون تحاول تمثل عليه دور المدرسة علشان ما يكشفش يعني إنها لسه بتحبه، ولما بتخرج من المكتب بيبان عليها الفرحة بشكل كبير وبتبقى أخيرا رجعت حست بالسعادة تاني. وبالليل بيروح لها البيت علشان يديلها الأكل اللي خلى مامته تجهزه لها مخصوص، وبترفض تاخده علشان تعمل حدود بينها وبينه، فبيحطهم لها على الباب وبيروح يراقبها من بعيد وهي بتاخدهم، بيبقى مبسوط جدا إنها لسه ما اتغيرتش. واليوم اللي بعده بيبقى ميعاد 3 موعد بين سون وسيهو، فبتصارحه سون إنها مش عايزة يبقوا أكتر من زمايل في الشغل، فبيسألها لو ده كان بسبب بوكسو يعني، وبيعرف إن هو فعلا السبب، بيتضايق جدا وبيبان الكره والحقد جوه عينيه عيل أصفر. في الوقت ده بيروح المدرس بارك لشركة بوكسو وأصحابه بيقول لهم إنه عايز يقدم طلب، وبيبقى الطلب هو إن بوكسو يطلع مشوار مهم معاه خاص بالمدرسة، ولما بيجي ميعاد المهمة
بيفضل بوكسو مستني المدرس بارك ييجي معاه، ولمّا بيكلمه علشان يعرف هو فين بيعتذر له إنه تعبان ومش هيعرف ييجي معاه، هو هيبعت له مدرس تاني، وبيكتشف إن المدرس التاني هي سون، فبيفهم إن بارك عمل كده قصد علشان يخلّيهم يقرّبوا من بعض أكتر يعني وكده، أيوه يا سيدي، وبيروحوا ينفذوا المهمة المطلوبة منهم، وبعد كده بيقرروا يخرجوا مع بعض وبيبقوا مبسوطين جدًا لحد لمّا بيلاقوا أيون وجي قدّامهم، وبنفهم إنهم جايين بعد ما عرفوا خطة بارك لإنهم مش عايزين بوكسو يتقرّب من سون تاني وخايفين عليه، وبيفضلوا ماشيين وراهم في كل مكان، وبيحس بوكسو إنه مُقيّد بسببهم، فبيمسك إيد سون وبيجروا بسرعة علشان يهربوا منهم، وبياخدها للمكان اللي كانوا واقفين فيه سوا وهُم بيفكّروا في حلمهم من 9 سنين، وبيسألها لو كانت فاكرة حلمه، وبيطلب منها تحقق حلمه وتوافق تكون حبيبته، وبتوافق يون يكونوا مع بعض، وبيبقوا هُم الاتنين مبسوطين جدًا. بكده نكون وصلنا لنهاية مسلسلنا النهارده، يا ريت تدعمونا بالاشتراك واللايك والشير وكمان الكومنت، وقولوا لنا أنتم عايزين تتفرجوا على ملخصات إيه تاني في الفترة اللي جاية من ملخصات سمر وعبد القادر. سلام.